يا نهار ابيض. البرنس حلوه بيعمل فنت جميل لمحمود ربيع. ربيع بيلعب الكره توصل الكره هوبا هوبا، ولكن يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، التغطيه الدفاعيه من محمود مسعود. الاداء النهارده مرضي لحد كبير. انت فتره ايقاف الدوري 50 يوم دي اثرت على اداء اللعيبه، بالنسبه للبدني، البدن العام والبدن الخاص والكلام ده اثرت عليهم طبعا، لان ما فيش مباريات رسميه، بالتالي لازم مستوى اللعيب يهبط. فاحنا نامل ان شاء الله في اللي جاي بامر الله ان احنا نكون افضل باذن الله. الحمد لله على النتيجه، طبعا بقالنا 50 يوم غايبين، وطبعا اول مباراه دي يعني فلازم تبقى المستوى مش بيها، بس انا اضعنا اكتر من فرصه، والحمد لله يعني على النتيجه الحمد لله. الفرق اللي عايزه توصل وعايزه تصعد لازم تكسب. فطبعا البونت ده برضه يعني برغم ان هو يعني يعتبر مكسب، لكن هو برضه يعتبر خساره لنا في نفس الوقت، لان انت بتلعب على عايز تخش من دور من ضمن الثلاثه الاولانيين، واي بونت بتفقده بيأثر عليك شويه في ترتيب الجدول. احنا واخدين الماتشات على اساس الماتشات اللي جايه دي كلها ماتشات كؤوس، ما عندناش حاجه نبكي عليها، لان اصلا احنا بطولاتنا كانت قليله في الدور الاولاني. فاحنا بنحاول طبعا ان احنا السبع ماتشات كنا عايزين بنلعب على مكسب، بحيث ان احنا نخش في مربع الذهبي. الحمد لله مباراه صعبه من الفرقتين. طنطا فرقه كبيره وفرقه محترمه، واللعيبه عندنا برضو رجاله محدش اثر، والمباراه كانت بتروح وتيجي، وضيعنا اكتر من 3 اهداف، لكن هي دي الكوره، والحمد لله يعني نتيجه تعتبر برضو لحد ما نتيجه طبيعيه. انت عارف توقف الدوري الفتره ده بيأثر سلبي على اللعيبه، الدوري هيتلعب الدوري مش هيتلعب، فده اثر سلبي شويه على بعض اللعيبه، لكن الحمد لله يعني الحمد لله بنحمد ربنا، واللي جاي ان شاء الله يكون احسن ان شاء الله. التعادل بدون اهداف دي كانت نتيجه لقاء غزل كفر الدوار وطنطا، ونقطه ثمينه لكل فريق بعد عوده النشاط. محمد صلاح، كوره بلدنا، قناه القاهره، التلفزيون المصري.